الثقة بالنفس هي الإحساس ديال أي حاجة في الحياة. بغيتي توصل، ثق في راسك. بغيتي تخدم، بغيتي تبدا مشروع، بغيتي تتعلم تهضر قدام الناس، بغيتي تبدل حياتك، هادشي كامل كيبدا من انت كيفاش كتشوف راسك. هاي كي دايرين؟ لبس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هاد الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا انا بشرى. هاد الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم من اول ما حليت لاشين يوتيوب ديالي، بزاف ديال البنات من لونتوراج ديالي كيقول لنا بشرى هضري لنا على الثقه في النفس، هضري لنا على الثقه في النفس. فاليوم غادي نهضر لكم على الثقه في النفس. واخيرا بصراحه فاش كنت صغيره كان كيحسب لي ان الناس اللي ناجحين ومتألقين في حياتهم تولدوا هكاك، تولدوا كيتيقوا في راسهم. كنت كنقول هاد الحاجه هادي ما عنديش انا، ولكن مع الوقت عرفت انه اي واحد قادر انه يطور من راسو، يبني راسو، يولي حتى هو يثيق في راسو. في هذا الفيديو ماشي غير غادي نهضر على الثقه في النفس صافي، غادي نوريك الطريق خطوه بخطوه باش تقدر تبني راسك وتقدر تثيق في راسك وتتغلب على الخوف، التردد، وعلى الاحساس ديال انك ما قادرش. وغادي نوريك كيفاش الثقه بالنفس بدلات حياتي وكيفاش قادره انها تبدل حياتك انت ولا انتي. غادي نقولك بصراحه، الا كنتي كتحس راسك انك ضعيف، ضايع، خايف ولا متردد، هادشي راه ماشي نهايه العالم. راه تقدر تبدا من اليوم، تبدل القصه اللي كتعاودها على راسك وتولي نسخه جديده من راسك، نسخه قويه وكتامن بقدراتك. واخا الطريق يكون طويل والناس ما يامنوش بيك، المهم تتامن براسك. ما تبقاش تفكر في اشنو غيقولوا عليك الناس. الا كنتي كتامن بالتغيير بقى معايا حتى لاخر الفيديو، حيت كل كلمه غادي نقولها في هذا الفيديو موجهه ليك، موجهه ليك انت ولا انت اللي كتفرجوا دابا. الثقه بالنفس هي الاحساس ديال اي حاجه في الحياه. بغيتي توصل، ثق في راسك. بغيتي تخدم، بغيتي تبدا مشروع، بغيتي تتعلم تهضر قدام الناس، بغيتي تبدل حياتك، هادشي كامل كيبدا من انت كيفاش كتشوف راسك. الا كنتي كتشوف راسك ضعيف، ناقص، ما عندك ما تعطي، فراه كلشي كيشوفك على هذا الاساس. اما الا كنتي كتشوف راسك قوي، تايق في راسك، عندك قيمه، فكن على يقين ان العالم كامل غادي يعاملك على هذا الاساس. الثقه بالنفس ماشي غرور وماشي تباهي، هي طمأنينه لداخل ديالنا، كتخليك تحس انك تستاهل الاحسن وانك ماشي اقل من شي واحد. هادشي خاصك تفهمه، وحتى الا طحتي راك قادر انك توقف وقادر انك تكمل. اللي خاصك تعرف هو انه الثقه بالنفس ما كتجيش فجأة وماشي شي حاجه كتولد بها. الناس اللي كتقول عليهم انهم ثقين في راسهم حتى هما كانوا في حالك، خايفين، متردين، ولكن شنو الفرق بينك وبينهم؟ هما انه نهار اللي طاحوا شنو داروا؟ برافو، ملي طاحوا عاودوا ناضوا. كل مره كانوا كيطيحوا وكيعاودوا يوقفوا كانت كتزاد نقطه واحده في الثقه ديالو. وانت دابا الا كنتي كتعاني من الشك في راسك وكاين واحد الصوت داخلي تيقول لك ما تقدرش، خاصك تعرف ان داك الصوت الداخلي ديالك كذاب، كيكذب عليك، ماشي حيت فاشل ولكن حيت خايف. والخوف ما كيعنيش انك ضعيف، بالعكس خاصك ترد عليه بالفعل. ومنين كتجرب شي حاجه وكتغلط وكتعلم، هنا كتزيد تثق في راسك. ما تبقاش تصنع راسك حتى تكون مستعد، لانه الجاهزيه الكامله ما عمرها ما غادي تكون. الاستعداد كيولي ملي كتولي كتمشى، كتبدا في الطريق، ماشي العكس. دير خطوه للقدام واخا تكون خايف، واخا تكون ما عارفش، واخا تمشي غير بشويه. باش تثق في راسك خاصك تبدا تواجه داك الصوت الداخلي اللي كتشك فيه. مثلا الا شي واحد قال لك انت فاشل، قول له الا فشلت نتعلم ونكمل. والا قال لك انت ما تقدرش تهضر قدام الناس، غادي نجرب نهضر مع جوج، من بعد نهضر مع 10، ومن بعد نهضر مع بوبليك، اش خاسر انا؟ والا قالوا لك باللي الناس غادي يضحكوا عليك، خاصك تعرف ان الناس غادي يضحكوا وغادي يهضروا سواء درتي او ما درتيش. فالافضل انني ندير الحاجه اللي باغي ونعيش حياتي، ما نسوقش لهضره الناس. الثقه كتجي بالافعال ماشي بالامنيات. وكل نهار غادي نجرب ندير حاجه جديده، حاجه صعيبه، حاجه عندي منها فوبي، غادي تزاد نقطه في الرصيد ديال الثقه بالنفس ديالي. وماشي ضروري تكون ناجح باش تكون كتثق في راسك.
راه كل ما كنتي تايق في راسك كتسهل على راسك طريق النجاح، وديك الساعه غادي تولي تبان في مشيتك، في كيفاش كتهضر مع الناس، في كيفاش كتعامل مع الناس، في كيفاش كتعامل مع المواقف الصعيبه، وحتى في عينيك. الا كنتي ديما كترجع للور، كتسكت، كتخبي، راه ما عمرك ما غادي تخرج من البلاصه اللي انت فيها. والا كنتي تقول انا نقدر، واخا نغلط، واخا نطيح، غادي نعاود نوض، هنا فين كيبدا التغيير الحقيقي. وما تنساش بلي الثقه في راسك ماشي معناها انك صافي ساليتي، راه حتى الانسان اللي عنده المشاكل واللي كيخدم على راسو واللي مازال ما وصلش، حتى هو يقدر يكون كيثيق في راسو، حيت عارف بلي كيمشي في الطريق وكيبني راسو، ماشي حابس. غادي نعطيكم واحده من اهم الطرق باش انك تتغلب على الخوف والتردد. سهله، هي انك تحرك ولو بخطوه صغيره قد هكا، كتكون كتشوفها غير انت. سير دير الحاجه اللي كتهرب منها، سير سجل فيديو وحطه في يوتيوب الا كنتي باغي، سير دفع داك الطلب ديال الخدمه، سير هضر مع داك الشخص اللي كل مره كتسنى هذيك الفرصه باش تهضر معاه وما عندكش الجرأه. سير بدا المشروع اللي كتحلم به. كل خطوه كديرها وانت خايف كتقربك من الراحه، وكل موقف كتواجه فيه الخوف كتربي ثقه في الداخل ديالك. وخلي في بالك هاد الحاجه غادي نقولها لك، خليها في بالك، الا كنتي كتشوف غير عيوبك ما عمرك ما غادي تزيد لقدام. ولكن الا بديتي تامن بقدراتك باشنو كتعرف دير، ديك الساعه غادي تولي تشوف الفرص، وغادي تولي تعرف القيمه ديالك، وغادي تولي تعيش حياتك بثقه وبراس مرفوع. واخا يكون الطريق اللي انت فيه صعيب انك تحس براسك قادر تثق في راسك فيه صعوبات، شي لحظات كتشك، كتكون متردد، ولكن خصك تعرف بلي انك تستاهل تحس براسك انك قوي وقادر تواجه وتكمل، وتستاهل تعيش حياة مبنية على الايمان بالنفس ماشي الخوف من الناس. واخا الطريق يكون طويل، ما تنساش ان الثقة كتبدا بالايمان، ومن بعد الايمان بقدراتك. قال تعالى في سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثق في راسك، خدم على راسك، وما تخلي حتى شي واحد يقلل من قيمتك. الى وصلتوا حتى لهنا بغيت نقول لكم شكرا بزاف على وقتكم الذي لا يقدر بثمن. كنتمنى هذا الفيديو يكون فادكم بشي حاجه. ما تنساوش تخليو لايك، كومونتير زوين بحالكم، سبسكرايب، وما تنساوش تابعوني على الانستغرام، تما كنخلي فيديوهات قصار. على هنا خليتكم على خير، نشوفكم في فيديو جديد احسن من هذا. باي باي.